فقته ولا لسه؟ طبعا انا هيتضايق عليا، وبناشد كل حر وصل صوتي، بناشد كل حر عايز فعلا حل جذري، ما بيضحكش على نفسه وبيعوم مع الموجه ويوطي للموجه لما تبقى عاليه. الموجه دي ممكن تكون بيسوقها الكيان، لكن في هيئه اعلامي او قناه بتبهرك ان هي قال ايه؟ معارضه. النظام واضح وصريح، الدوله العميقه ان هي عدو، قالتها لك انا ماشيه تحت جزمه الكيان. لكن العيب والاخطر على اللي منك، وكل ما نقول له من فضلك بلغ عننا ان في خارطه طريق بتفهم الناس ان المصنع والمنبع هو المستهدف وليس الاشخاص، يحاولوا يتكاتفوا مع الدوله العميقه ومع النظام ضدنا ومع الوحده 8200 تبع الكيان عشان يقفلوا لنا قنواتنا ويقفلوا لنا صوتنا ويكتموا الحقيقه. كن انت الاعلام الثوري وانشر عن خارطه الطريق اللي فيها ان شاء الله روشته علاجيه بتحل كل مشاكل مصر، وبنعتبرها الخطوه الاولى لانطلاق قطار الحريه بعد تحرير مصر الى تحرير اقصانا المسجد الاقصى الشريف. ايه ده؟ ده ناس ما نزلتش، ده انا شايف ناس عامله على السوشيال ميديا مندبه. لا والله، ده على اساس ان احنا في معركه سهله كده هتغمض عين وتفتح عين هتلاقي نفسك انتصرت فيها. ما بصيتش على غزه، ما لقيتش نظره على فلسطين ضفه وغزه، وشفت الناس دي من النكبه منذ النكبه واقفين صلب يواجهوا منتهى الصلابه والخشونه. ازاي وانت جاي بعد ما قعدنا على السوشيال ميديا بس نتكلم فانت تعبان ونفسك قصير؟ المعركه دي معركه رجال، ما نعرفش فيها لا استسلام، ولا بنعرف فيها تراخي، ولا بنعرف فيها انكسار، ولا بنعرف فيها يأس او احباط. هو ده اللي عايزين يصدروه لك عن طريق اخطاء 3. كل مره النظام يسوقك في هذا الطريق وياخدك لهذا الطريق وانت تعوم معاه وتروح معاه، وبعد ما تروح معاه يجيد هو التعامل مع هذا الطريق اللي بياخدك فيه، وترجع تقول اصل الناس ما بتتحركش والثوره ما نزلتش والناس خلاص رضيت والشعب خلاص ارتضى بالامر الواقع واتفرض عليه الامر الواقع. تعالى بقى اقول لك ايه الاخطاء ال3 اللي كل مره انت بتغلط نفس الغلطه وبتعوم مع النظام في طريقه، مع ان احنا عندنا طريق تاني وهقوله لك اسمه خارطه الطريق بعيد عن الاشخاص. خطأك يا حضرة انك بتشخصن كل شيء، بتوقف حراكك على شخص، ولما بتيجي تستهدف الثوره المضاده والدوله العميقه بتستهدف شخص فهم ينجو كدوله عميقه ويقول لك هم كارت او شخص. ولما تيجي حضرتك تسمي الدوله بتسميها باسم شخص، لكن النظام في النهايه بيعرف يلعب مع الشخص، يقدر يعتقله. لو في بلد تانية ممكن باتصالات وبعض المراسلات او بعض الضغط الدبلوماسي يوقف نشاطه، ممكن يعتقل اخوه ابوه، يعمل حركات قرع من دي. لكن خارطه الطريق والمرسوم الدستوري الثوري لا يمكن هيعرف يلعب باستراتيجيته مع الشخص، لانك حطيت له نصوص وبنود ومشروع يلتف حوله الشعب، وصعب جدا ان هو ياثر على هذا المشروع لانه ملوش اب او ام او اخ او اخت يتلوي دراع. هذا الطرح والمشروع منه، ودي الاستراتيجيه الجديده اللي احنا لازم نتعلمها ونجيد اللعب بيها مع خصم اعتاد انه يسحبنا ويجرجرنا لطريق او ملعب هو قطعا فيه الكسبان. تعال معايا اعرفك عن الاستراتيجيه الجديده اللي لا يمكن ان شاء الله هتخيب ابدا. واسمع كلام واحد كان من المطبخ وعارف طريقه التفكير، وما تمشيش مسلم امرك لناس ممكن يكونوا هواه وممكن يكونوا بيتوزع عليهم سكريبت واحد. الله اعلم، مش هدخل في النوايا هما كده ولا كده، ولكن في النهايه النتيجه ان انت المضرور. تعال اقول لك ازاي ما تبقاش مضرور يا حضره المواطن المهروس والمطحون والمقهور. تعال بقى اقول لك ايه الاخطاء ال3 بس باستفاضه شويه. السلام عليكم، تحياتي لحضراتكم، تحياتي لكل الاحرار والشرفاء. الحقيقه في ملحوظه مهمه جدا 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 بيقع فيها اغلب الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا، واللي ممكن ساعات بطريق او باخر بيركبوا الترند. الله اعلم بقى بيركبوا الترند عمدا او بيركبوا الترند بالصدفه، او في ناس بترعى وصول الترند ده لاكبر عدد وانتشاره وان هو يعني يبقى زي الطبله في الودن او اغنيه بيتبنوها او بيتكلموا زي بعض. هل ده عن عمد او عن غير عمد؟ انا الحقيقه مش هدخل في النوايا، ولكن انا ليا النتيجه في النهايه اللي بتحصل، او ليا في النهايه التاثير اللي بيكون موحد، سواء الناس دي بتتكلم وهي فاهمه بتقول ايه او بتتكلم وهي مش فاهمه بتقول ايه. في الحالتين بوصل نفس النتيجه، ان التاثير على ناس المتابعين ليهم والمشتركين ليهم بيكون سلبي للغايه. اول نقطه، بتلاقي ناس بتتكلم منهم كتير تقول لك دولة عبد الناصر ودولة السادات ودولة مبارك ودولة السيسي ودولة فلان. ده أول خطأ
من الاخطاء الثلاثه اللي الناس بتقع فيه، وهي شخصنه واختزال الدوله في هيئه شخص او في اسم، وكاننا مملوكين، او هو ورثنا مثلا، او ان احنا انتقلنا ليه او قالت اليه ملكيتنا بطريقه او باخرى. وده مش صح، وده ما ينفعش انك تفضل عايم في البحر ده. انا ما اعرفش هم عايمين ليه في البحر ده، انا ما اعرفش. ده الخطا الاول. الخطا الثاني ده بقى خطا فادح، وهو اختزال حراكك وامالك وتطلعاتك وتغييرك وثورتك على شخص. مره احمد الطنطاوي والامل النظام بيجيد التعامل مع الاشخاص كويس جدا، فعرف النظام يتعامل مع احمد الطنطاوي اللي رسم لك امل. انا شايفه وهم مش امل حقيقي، لان مفيش انسان عاقل ممكن يتكلم بلغه السياسه ويمارس السياسه مع ناس معدومين الضمير والشرف والدين وكل شيء بقى والرجوله وكل حاجه. فيعني اي جنون ان انا امارس السياسه او احلم بممارسه السياسه واتكلم وفقا لاطر ديمقراطيه واطر دستوريه مع سادة قريش يركعوا لهم، استغفر الله العظيم يا رب. ناس ما عندهاش شرف ولا دم ولا احساس ولا ضمير. فده كان اول حاجه او اول تجربه فيها اختزال الثوره واملك وتطلعاتك وتغييرك في شخص ورؤيته خاطئه. طب تاني واحد او تاني تجربه للنظام معانا، وان هو بيسوقنا في الاتجاه ده دايما عشان بيعرف يلعب مع الاشخاص كويس جدا. افتكروا كويس جدا اللي حصل لشريف عثمان لما شريف عثمان قبل 11 يعني ضايقوه في الامارات، وربنا سلمها وعداها، ورجع شريف سالم غانم لزوجته وللولايات المتحده الامريكيه. برضه هو بيعرف يلعب مع الاشخاص. حسام الغمري كانت تجربه غريبه بقى وجديده. وهو مش بس انا بلعب مع الشخص واضايقه، لا ده انا كمان بعد ما لعبت معاه وضايقته حاولت اجنده واتجند، واستخدمته ضد الثوره الحقيقيه، فانا انتصرت كثوره مضاده على الثوره الحقيقيه. طيب في تاني صور طبعا للاشخاص والشخصنه، شخصنه الحراك والثوره وحلمك وتغييرك على ان توقفوا على شخص. علي المهدي افتكروا كويس، سحب ناس كتير جدا في اتجاه وركب الترند. وعلى فكره النظام هو او الوحده 8002 خلينا 8200 الوحده 8200 تابعه لجيش الاحتلال، هي اللي تتحكم في كل الذهاب الالكتروني العربي عن طريق خونه عرب وعن طريق اكراد. ودي حاجه مش خفيه على حضرتك ولا على اي حد. هم اللي بيقدروا يستخدموا الذهاب الالكتروني عشان يعلي عمرو، يعلي هبه، يعلي ياسر، يعلي علي، يعلي شريف، يعلي اي حد، ويقدر يخسف بيه الارض ويقفل له قنوات زي ما بيحصل معايا كده انا والدكتوره هبه واخوك ياسر عبد النبي. قفلنا اكتر من 5-6 قنوات. ليه القصه دي؟ عشان احنا بنضرب في حته بعيد عن اللي النظام، او في طريق بعيد عن اللي النظام بيعرف يسيطر فيه. يعني علي المهدي لما حصل وقدروا بطريقه ما، او حصلت حاجه احنا مش عارفينها انه يسكت، ناس كتير اصيبت بالاحباط والياس. واحنا بقى لا نعرف يأس ولا احباط، احنا هنجيب لهم كانسر ان شاء الله، هنشلهم ان شاء الله. تمام. جه بعد كده برضو لعب معاك في قصه احمد المنصور. هو طلع قال كلام كان من الواجب ان الناس توقفوا عند حد وتقول له يا احمد لا غلط. برضو الشخصنه، لان دي كانت يعني الغلطه الثالثه بقى، لما احمد بيقول لك انا عندي مبادئ الاربعه، اول مبدا فيهم مبدئيا خطا. وللاسف الاعلاميين اللي عندهم امكانيات وفضائيات وبرامج وبقى لهم يعني 10 سنين، المفروض ان دول مطابخ اعلاميه يعني، او فيهم ناس اصلا اعلاميين وفي ناس بالصدفه خلتهم اعلاميين. لكن انا بتكلم عن المطابخ وحيث الحريه تما والناس القديمه. لما احمد المنصور قال اول مبدا في الاربعه اللي هو قالهم، وده غلط وخطا فادح، برضه اختزال وشخصنه الثوره في شخص. قال حرفيا انا جاي له هو، انا جاي لك انت، وانا مشكلتي معاك انت. طب احنا لما كانت مشكلتنا مع مبارك بس، هل اتحلت مشكله مصر؟ ولا مبارك فقط اتحط كده في القفص شويه، محاكمه سوريه، كل نظام مبارك خد في مهرجان البراءات براءات، وكلهم خدوا يعني كل براءه والثانيه اكبر من الثاني، كانت والله سباق. لا انت سبت القضاء زي ما هو، لا طهرت ولا عملت ولا طهرت البلد كلها على بعضها، وسبت المحاكمات اللي ربنا ينتقم منهم بقى، القوى السياسيه والجماعات والاحزاب وكل اللي سموهم لك نخب، راحوا جري ولهسوا وسابوا القصاص. ولكم في القصاص حياتي اولي الالباب. مش موضوعنا، هرجع للموضوع الاصلي. الخطا الفادح اللي احمد منصور ارتكبه في اول بند من البنود الاربعه، قال لك انا جاي له هو شخصيا. انا كنت فاهم ان في ناس عاقله وفاهمه، ناس مثقفه، ناس واعيه، هيبداوا يقولوا له لا يا احمد احنا مش هنغلط نفس غلطه يناير، احنا بنتعلم او اتعلمنا من الغلط، احنا بقالنا 10 11 سنه، وانتوا ناس بتمتلك قنوات وفضائيات وقنوات من المفروض يعني ان هي مستقله وحيث الحريه تماما. ما حدش وقفوا وقالوا لا، احنا لما قلنا كده يا مبارك واستهدفنا شخص زي ما انت ما بتقول ان احنا جايين ومشكلتنا مع الشخص بعينه،
احنا لسه معكوكين في الوحل، لان في وراه دوله عميقه او تنظيم دوله عميقه، وخليه 52 الارهابيه اللي احنا بنستهدفها كلها برمتها بما فيها كل من تعاقبوا على حكمنا، سواء جواسيس، خونه، متآمرين، ظلمه، فسده، كل ده احنا بنستهدفه. يا ريت نفوق من الشخصنه. وشفت برضو ناس النهارده وامبارح طالعين يرددوا نفس الكلمه: انا ما بكرهش في حياتي قدك، انت اكتر حاجه بتبغضها عيني. يا عم دي مشاعرك انت يا عم، الصالح العام مش هيتصالح بمشاعرك. الصالح العام له خريطه طريق، له صح، له تصرفات تانية خالص علشان، او له معايير وضوابط تانية خالص غير مشاعر حضرتك. انت اكره الشخص زي ما انت عايز. طب انا بكرهه وكل الناس بتكرهه، وكل اللي عنده دم وضمير ورحمه وفي قلبه ذره ايمان بالله بيكرهه، ولكن الحل مش فيه هو، الحل قطعا في المنبع. منبع بيحدف علينا اما جواسيس، واما متآمرين، واما خونه وعملاء، واما ظالمين، واما فسده ورعاة فساد. فارجو نبعد عن الثلاث موبقات او الثلاث امراض او الثلاث اخطاء فادحه اللي لسه بعد 11 سنه او 12، احنا على مشارف 12 سنه من بعد ثوره يناير المجيده، ولسه ناس، انا ما اعرفش، ناس سطحيه. يعني هل انتم يعني بتستخدموا الوسائل اللي معاكم والصفحات اللي معاكم والقنوات اللي معاكم والوسائل اللي معاكم اللي عليها مشتركين كتير جدا، هل ده عمد منكم ان انتوا تخلوا عقولهم تروح لحته غلط او الطريق غلط؟ الطريق غلط هو الشخصنه. احنا مشكلتنا مش مع شخص يا حضرات، احنا مشكلتنا مع دوله عميقه استباحت فينا كل شيء. وكل ما حضرتك بتقترب من المصنع والمنبع اللي لما بتحب تحرقها، هي بتحدف لك كارت منها تقول لك اتلهي فيه. عزكم الله، انا اسف، زي الكلاب اتلهي في العظمه دي، خد مصمص فيها، الحس فيها لحد ما انا ماكد لك كويس وافكر لك ومخمخ لك وامكر كويس، وبرضه هسحب منك العظمه دي يا كلب. ده اللي حصل معانا في تجربه مبارك. الدوله العميقه المتجسده في قيادات عسكريه وامنيه وقضائيه واعلاميين ودبلوماسيين وفنانين ورجال اعمال، وكل بقى سمي، حتى الشيخ سلطان، سمي زي ما انت عايز، التفت عليك، رميت لك مبارك شويه تفرح بيه وتهلل وتزيط، ونفس الناس دي برضه كانت بتزيط، ودي فرشه عشان تفرح برضه وتزيط لما يحصل حاجه تاني وما تعرفش تاخد حقك من المصدر والمنبع. انا كل مره بقعد اقول لك فوق وبحذرك، اللي حواليك يا اما مش فاهمين، يا اما في حد بيوزع عليهم سكريبت. دي الحقيقه. انت تتخض قوي من المشاهدات والاشتراكات والمتابعين اللي بالملايين. قلت لك الوحده 8200 هي المستفيد الوحيد من الدوله العميقه، وتنظيم 52 اللي بيمرر لها كل مصالحها. فلو سيادتك شايف ان في حد غيرها مستفيد، هتبقى عارف كويس قوي الناس ديت اللي عندهم ملايين بتوصل ازاي للملايين وتكبر، والوحده 8200 بتساعدها والنظام بيساعدها، لان هي في النهايه بتبعد عن المنبع. كل ما نقول الدوله العميقه هو يطلع لك حد، او حد يطلع يقول لك شخص فلان. لا، احنا مش جايين لشخص فلان ولا لراس النظام فقط، احنا جايين للمصنع اللي بيحدف علينا كل النماذج اللي تعاقبت على حكمنا، الخونه من 52 حتى اليوم. فقتوا ولا لسه؟ طبعا انا هيتضايق عليا، وبناشد كل حر وصل صوتي، بناشد كل حر عايز فعلا حل جذري، ما بيضحكش على نفسه وبيعوم مع الموجه ويوطي للموجه لما تبقى عاليه. الموجه دي ممكن تكون بيسوقها الكيان، لكن في هيئه اعلامي او قناه بتبهرك ان هي قال ايه معارضه. النظام واضح وصريح، الدوله العميقه ان هي عدو، قالتها لك انا ماشيه تحت جزمه الكيان. لكن العيب والاخطر على منك، وكل ما نقول له من فضلك بلغ عننا ان في خريطه طريق بتفهم الناس ان المصنع والمنبع هو المستهدف وليس الاشخاص يحاولوا يتكاتفوا مع الدوله العميقه ومع النظام ضدنا ومع الوحده 8200 تبع الكيان عشان يقفلوا لنا قنواتنا ويقفلوا لنا صوتنا ويكتموا الحقيقه. كن انت الاعلام الثوري وانشر عن خريطه الطريق اللي فيها ان شاء الله روشته علاجيه بتحل كل مشاكل مصر، وبنعتبرها الخطوه الاولى لانطلاق قطار الحريه بعد تحرير مصر الى تحرير اقصانا المسجد الاقصى الشريف. شكرا لحضراتكم. انشروا بعد اذنكم هذا الفيديو ان كان فيكم حد عايز يخلص وعايز حل جذري. كفايه شخصنه، احنا لا بنشخصن شخص ثورتنا وبنختزلها في حد، ولا بلدنا بنختزلها في اسم حد، ولا ايضا ملاحقتنا واستهدافنا في التطوير والملاحقه والمحاكمه بنستهدف بيها شخص. احنا بنستهدف المنبع، السورس، المصنع اللي بيجولنا منه هؤلاء الكائنات الغير مرغوب في بقائها على صدرنا. شكرا.